اهم حاجه ان انا ارجع اختار نفسي. هو منين بيجي المعنى بتاع الرحمه؟ ازاي الست تختار نفسها؟ الرحمه والانسانيه. زي ما بتاع بتيجي زي كوبايه الميه دي، كوبايتي مليانه، عارفه ليه؟ عشان انا برحمني يا رباب. يعني لما ابقى مش قادره بقول اوكي، ولما بغلط بعترف بغلطي، ولما الحاجه تطلع مش مظبوطه بقول ينفع. كل لما بقدر اقبل ده لنفسي وقلبي وسعلي، هقبلها لجوزي ولعيالي ولاهلي ولاصحابي، لان ببقى حاسه عادي، ما احنا بشر. عرفت اعملها لنفسي، بقبل لهم هم كمان ان هم يعملوا كده، فالعلاقات بتبقى اسهل بكتير. لكن طول ما انا واقفه لنفسي بالمرصاد وبحاسبني، هتلاقيني بحاسب اللي حواليا بالشوكه والسكينه. وتقولي في ايه في اللي بيحللها لنفسه يحرمها على غيره؟ انت قلتي المثال العكسي اللي هو بحرمها على نفسي وحللها للتانيين. لا، طب ده في ناس بقى بتحلل حاجه لنفسها جدا يعملوها بس تحرمها على غيرهم. دبل ستاندرز، حاجتين. اولا دوت موجود، يعني هذا النموذج موجود في الحياه. والجزء الثاني ان انا ببقى عامله فيها الجدع اللي محللاها لنفسي، ومن تحت في تأنيب ضمير. صحيح. واغلب دوت عارفه تعرفيه امتى؟ لما الاقي دايما الكلام طالع بهجوم وزعيق وصريخ، عارفه سياسه الصوت العالي، لان من جوايا عندي هزه، عندي فراغ. لكن لما ببقى مصدقه في اللي انا فيه ببقى عارفه ارد من حته هاديه جدا. طب انت عندك نقط تقوليها لي 1 2 3 لطريقه التعامل مع الراجل؟ كتالوج؟ والله ما رضيت اقول كتالوج دي، والله كنت اقول لك ايه الكتالوج، بعد كده سحبت كتالوج بسرعه عشان عارفه انك هتقولي لي كده. طب اديني بوينتس، اديني نصايح عامه بتمشي مع الرجال. يعني كلمه نصايح دي مش تخصصي، انا لا انصح، بس اللي انا اعرف اقوله ان انا اقول لك 1 2 3 مع نفسك. بمعنى العلاقات مرايات لينا. حتى في الصوفيه دايما بيقولوا المرء مرآة اخيه. صحيح. فانا في حته مني، ومش لازم المرايه تبقى مرايه كامله. يعني رباب بتوريني حته مني، وهنا بتوريني حته تانية مني، وبنتي بتوريني حته تالتة مني. بس كل لما دايره العلاقات تقرب، كل لما المرايه تبقى اوسع. صحيح. فاحنا بنعتبر ان دايما اقرب حد لينا بتاع دوت بنتعرق قدامه جسديا ونفسيا وقربا وحميميه هو الزوج. فاكبر مرايه بشوف فيها نفسي هو شريك حياتي. هي ده الاساس العلاقه بتاع دوت، لان هي رحله تزكيه نفس. طب نعمل ايه في الفتور؟ عني نعمل ايه في الفتور اللي بيجي بعد شويه سنين حلوين؟ ده طبيعي جدا. انا مش عايزه اقول كلمه فتور، عايزه اغيرها بان كل مرحله ليها شكل الحب بتاعها. اللي بيبدا الاول بمرحله الافتنان والانفاتيويشن، والدوبامين بتاعنا بيبقى طاير في السماء، هرموناتنا بتبقى في حته كده هوت. الحب الشوق بولوبيف بتقلب بولوبيف. بس بعد كده هوت نروح لاوكسيتوسين والبوندنج،